نستضيف المدرب الوطني العام خليل الزيان ابو ابراهيم. حياك الله يا ابو ابراهيم في سنابي. الله يسلمك ان شاء الله. مرحبا. نتحدث قليلا عن البطوله الاسيويه. اليوم منتخب قطر تاهل الى المباراه الختاميه ضد المنتخب الاردني. نعم. ممكن تحدثنا عن نبارك للمنتخبين، المنتخبين عربيين وعزيزين على القلب، وان شاء الله يعني يشرفون الكره العربيه اسيويين بالمستوى الراقي والاداء الجيد، والنتيجه علمها عند الله، علمها عند الله باذن الله. التوفيق للفريقين ان شاء الله يا رب. تعرف ان انت اول مدرب عربي حققت بطوله اسيويه عام 84 في سنغافوره. ثم تعاون الجميع من لاعبين، من اداره، من مسؤولين، من كذا، هذا الكل اشترك في هذا، ليس خليل الزيان وحده ولكن الجميع اشترك. الان حسين عموته يصل للنهائي مع المنتخب الاردني يا عم ابراهيم. ماذا تقول نبارك له بالوصول، ونبارك للفريقين بالوصول والمباراه النهائيه، ونتمنى للفريقين التوفيق باذن الله. شكرا لك يا عم ابراهيم، وانه شرف لي اني انا التقي فيك وناخذ لقاء بسيط معك وحول البطوله الاسيويه. مرحبا. تحياتي لك يا عم ابراهيم. تحياتي لك. الله يرضى عليك ان شاء الله. طول في عمرك ان شاء الله.